يا صباح الورد. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الفينو بمقاديره المظبوطة اللي هتطلعه ناجح معاكي بإذن الله. هنجيب كده الاول طبق ننزل فيه بكوباية لبن دافية مع كوباية مية تبقى دافية، ومعاهم معلقتين خميرة فورية و3 معالق سكر كبار، ونقلب خليط الخميرة ده كويس جدا ونغطيه ونسيبه لمدة 10 دقايق بالكتير، لحد ما القوام بتاع الخميرة تحس ان هي ابتدت تخمر معانا وتبقى جاهزة وتمام. هنزل بالخليط بعد كده في طبق العجن، وابقى محضرة كيلو دقيق، ابقى نخلاه كويس، اهم حاجة يبقى الدقيق منخول كويس. وابتدي انزل بكمية الدقيق شوية بشوية، مش هنزل بيها كلها مرة واحدة زي ما انتم متعودين. هنزل عليهم بعد كده بمعلقة خل، لان الخل معايا هنا محسن طبيعي في العجن، ومعاهم بيضتين، وطبعا رشة الملح بتاعتنا. وهبتدي اعجن كويس في الخليط كده زي ما انتم شايفين بايدي، بعجن على العجينة بايدي ومفيش فيها اي مجهود زيادة عن اللزوم. تبقي كده مسحة الرخامة مسحة كويسة جدا بالخل كده ومنضفاها، وتبتدي تعجني في العجينة كويس جدا، وتضيفي الكيلو الدقيق تدريجيا لحد ما العجينة تتلم معاكي كويس جدا كده. هنا العجينة سيبناها ترتاح حوالي ساعتين، وده كان شكلها. هبتدي اضيف لها بعد ما ترتاح حوالي نص كوباية من الزبدة الصفراء او السمنة، او ممكن طبعا تستبدلي كل ده بزيت، وده اللي بيحصل في معظم الافران. لكن الزبدة بتدي طعم للفينو جميل جدا، هيعجبك طعمه جدا بالزبدة او السمنة. هتبتدي تلمي في العجينة تاني بعد ما تحط لها الزبدة او السمنة شوية كده لحد ما تتلم معاكي كويس، وتسيبيها ترتاح لمدة 10 دقايق ربع ساعة كمان. بعد ما ارتاحت معانا هبتدي اجيب العجينة كده واشكلها لكور صغيرة متساوية، علشان اقدر اعمل اشكل بعد كده الفينو. بترشي رشة كده تحت العجينة ومن فوق علشان تعرفي تشكليها كويس، لان هي ما شاء الله طرية جدا وملمسها طري قوي، وهتطلع معاكي نتيجة في الفينو ممتازة. فان شاء الله هنبتدي نكورها كده كور صغيرة، ويا ريت الكور كلها تبقى قد بعض عشان ما تغلطوش الغلطة اللي انا غلطت فيها. عملت الكور مش قد بعض قوي، فطلع معايا اشكال الفينو واحد كبير وواحد صغير، لكن كان الطعم في منتهى الجمال. وكل ما هتخلي الكور صغيرة شوية وقد بعض هتطلع معاكي كمية وعدد كتير. انا هنا كنت مكبرة حجم الفينو شوية، فطلع معايا حوالي 15 رغيف، لكن طبعا ان قللتيه عن كده هيطلع معاكي عدد اكبر. بعد ما كورنا كده وشكلنا الكور اللي هنشتغل بيها وهنبتدي نشكل بيها الفينو، هسيبها ترتاح شوية كمان، وابتدي ادهن الرخامة معايا زيت، وانزل عليها كرة العجين بفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وابتدي ابرمها واقفلها كويس في كل مرة بلف فيها عشان متتفكش معايا. وابتدي اسيبها ترتاح برضو 10 دقايق قبل ما ادخلها الفرن اللي شغال على 220. وكده الفينو بتاعي كان ارتاح شوية. ابتدي بقى اجيب له الحاجة اللي انا هبتدي ادهن بيها الفينو. هي عبارة عن ايه؟ حبة لبن مع بيضة مع رشة فانيليا، وادهن بيهم الوش كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده ارش الوش بالسمسم وادخلها الفرن من مدة 10 دقايق لربع ساعة. ابتدي اتابعها بالكتير جدا 20 دقيقة، ويطلع معايا فينو طعمه في منتهى الجمال، وبجد غني جدا، معمول بلبن معمول بزبدة، وهتلاقيه غني قوي والطعم حلو جدا فعلا بجد وهيعجبك. يا رب تجربوها وتطلع معاكم ناجحة وتعجبكم جدا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة ومتابعة للصفحة عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم جدا جدا في الله. اسيبكم على خير واشوفكم على خير ان شاء الله في حفظ الله ورعايته. مع السلامة.